هذا اليوم هو يوم افتتاحي، بمعنى أنه سيلقي فيه ضيف محاضرة افتتاحية للأجندة الثقافية لبيت الصحافة بطنجة أو بالمغرب عامة طبعا. واليوم سيتناول الكلمة ضيف كبير له اسم بارز واسم متألق، سواء على مستوى النشر الإعلامي الصحفي أو على مستوى كذلك الممارسة الإعلامية كصحفي، وهو السي محمد البريني، الذي اشتغل مديرا للنشر لجريدة الاتحاد الاشتراكي فيما سبق، وبعد ذلك أسس تجربة جديدة في المغرب جديرة بالاهتمام، وهي تجربة الصحافة اليومية المستقلة عبر عنوان الأحداث المغربية. الموضوع هذه المحاضرة هو مستقبل الصحافة الورقية بالمغرب. وهذا الموضوع مهم جدا، لأننا نجد أن الصحافة الورقية ما زالت قائمة، لكن جمهورها بالكاد هو موجود، ونقول إنه اندثر تحت ضربات شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وكذلك تكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. فالمحاضرة تخوض في هذا الشأن، وكذلك من خلال السيد البريني سنطلع على تجربته الفذة على مستوى الممارسة الإعلامية واستلهام ما يمكن أن نستلهمه منها كعبر وكذلك توصيات من أجل مستقبل أفضل للصحافة. أنا أولا نعبر على السرور ديالي، السرور ديالي بحضوري في طنجة، وطنجة اللي ما تعرفش على أن تعرفش أنها طنجة كانت مهد ديال الصحافة في المغرب، حيث المدينة اللي ظهرت فيها صحافة، طبعا ماشي صحافة مغربية ولكن صحافة في نهاية القرن التاسع عشر، كانت سباقة على كل المدن المغربية الأخرى وكل الأقاليم المغربية الأخرى. ثانيا أنا مسرور جدا لحضوري في دار الصحافة، هذه المهنة اللي دوزت فيها أكثر من نصف حياتي، وشير شرف عظيم باش نحضر، ونتمنى أنه الخواطر اللي غادي نتبادلها مع الزملاء ومع الأصدقاء نكونوا أحطنا شيئا ما بالوضعية اللي كتعيشها الصحافة الورقية اليوم، وبالتحديات اللي هي كتنتظرها في المستقبل. هذا أملي أنه نكونوا مسينا النقاط اللي خاص غدا أنها تواجهها الصحافة الورقية المغربية بالخصوص. تنهضر على الصحافة الورقية، ما تنهضرش على الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الجديد أو هذا الآخر، تنهضر على الصحافة الورقية بالخصوص.